السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكيد كلنا سمعنا عن مصطلح خوارزمية قبل كده، خصوصا في الفترة الأخيرة، لكن مش كلنا عارفين إيه أصل التسمية دي بالظبط. وكمان أكيد سمعنا كلمة جبر أو معادلات ودرسناهم في المدرسة، وأكيد برضو عارفين الأرقام الشرقية والغربية، وعدينا على مصطلحات تانية زي الفلك والجغرافيا قبل كده. طبعا انت دلوقتي بتسأل ايه العلاقة بين كل الحاجات دي، والحقيقة ان في شخص واحد قدر انه يقدم اسهامات مهمة جدا في كل المجالات دي تقريبا، والشخص ده هو ابو عبد الله محمد بن موسى، والمعروف باسم الخوارزمي، وهو ده موضوع حلقتنا النهاردة. اتولد الخوارزمي في سنة 781 ميلاديا الموافق 164 هجريا في مدينة خوارزم التابعة لإقليم خراسان الإسلامي، واللي تقع حاليا في أوزبكستان. بعد الفتح الإسلامي لبلاد فارس أصبحت بغداد مركز الدراسات والعلوم المختلفة، وتهافت إليها التجار والعلماء من كل مكان تقريبا، وكانت عائلة الخوارزمي من ضمن الناس اللي انتقلت للعيش في بغداد. وهناك عينوا الخليفة العباسي المأمون أمين لمكتبته في بيت الحكمة، ودي جامعة أسسها الخليفة المأمون في بغداد. كلفوا الخليفة بجمع الكتب اليونانية وترجمتها. في الفترة دي استفاد الخوارزمي من الكتب اللي في المكتبة لدراسة الرياضيات والجغرافيا والفلك والتاريخ، ده إلى جانب وظيفته الأساسية وهي ترجمة الكتب، وده نظرا لمعرفته باليونانية. في آراء كتير مختلفة حوالين هوية الخوارزمي الأصلية، فالبعض بيقول إنه عربي، والبعض الآخر بيقول إنه فارسي أو تركي، لكن اللي متأكدين منه إنه عالم مسلم، وأيا كانت جنسيته فده لا يؤثر على إنجازاته في مختلف العلوم. زي ما قلنا الخوارزمي كان باحث ومترجم في بيت الحكمة في بغداد، وبيدرس علوم مختلفة إلى جانب شغله. دراسة الخوارزمي للعلوم دي خلت عنده الوعي الكافي إنه بدل من مجرد دراسة وترجمة المراجع الأوروبية، قدر إنه يكون متعمق في هذه العلوم بل وتحسينها والإضافة ليها، وعمل كده في مجالات مختلفة. معظم أعمال الخوارزمي أنجزها في الفترة من سنة 813 إلى 833 ميلادية، وهو بيعمل في بيت الحكمة، واللي تضمنت تعديل على مراجع موجودة أو تأليف كتب جديدة. وأهم إنجازاته كانت في الرياضيات وعلم الحساب. بالنسبة للرياضيات فكتاب المختصر في حساب الجبر والمقابلة، واللي كتبه في سنة 830 ميلادية، يعتبر من أهم إنجازات الخوارزمي على الإطلاق. الكتاب ده هو اللي اتبنى عليه الجبر الحديث، واللي قدم فيه بيان شامل لحل المعادلات كثيرة الحدود حتى الدرجة الثانية. وعشان نفهم أهمية الكتاب ده لازم نعرف الرياضيات كانت عاملة إزاي ساعتها. الرياضيات في الوقت ده كانت منقسمة لجزئين رئيسيين، وهي الرياضيات اليونانية، واللي كانت في جوهرها هندسة ولا تتطرق للمشاكل الجبرية وحلولها، والرياضيات الهندية اللي كانت بتعرض حلول لبعض المشكلات لكن بدون تعميم وبدون مفاهيم واضحة تقام عليها هذه الحلول. يعني تقدر تقول إنها كانت أقرب للحالات الخاصة بمسائل بعينها، وما تنفعش في حل مسائل تانية. وهنا يجي كتاب الخوارزمي، واللي قدم مفاهيم واضحة وطرق عامة تنفع لعدد لا حصر ليه من المشكلات. ونظرا لأن في الوقت ده رموز زي الإكس والواي والسين والصاد ما كانتش موجودة، فالكتابات الرياضية كانت أشبه بموضوع التعبير بعيدا عن الاختصارات والرموز بتاعت دلوقتي. يعني هتلاقي الخوارزمي في المعادلة بيطلق على قيمة المجهول اللي هو السين أو الإكس اسم الجزء أو الجذر، وبيشرح الخطوات المتبعة في الحل باللغة العربية. فلك أن تتخيل صعوبة شرح الخطوات وتبسيطها باللغة العربية بعيدا عن الرموز والاختصارات، ده إلى جانب كم العمليات اللي كان بيضطر يحسبها بدماغه لعدم وجود آلة حاسبة. وإحنا هنا بنتكلم عن معادلات، يعني الحسابات معظمها تحليل وإيجاد الجذور لأرقام غريبة علشان يوصل للناتج النهائي. بالنسبة لإنجازات الخوارزمي في علم الحساب فأبرزها هي ابتكار الأرقام العربية واستخدامها على حساب الأرقام الهندية اللي كانت سائدة ساعتها.
والأرقام العربية بتعتمد في أساسها على عدد الزوايا، يعني الواحد بيحتوي على زاوية واحدة والاتنين على زاويتين وهكذا. والأرقام دي انتشرت في المغرب العربي والأندلس ومنها إلى أوروبا، واللي استخدمها الأوروبيين بدل الأرقام الرومانية واللي كانت أصعب في العمليات الحسابية. ده غير إدخاله الصفر لنظام الأعداد وتحويله لنظام عشري بيتكون من 10 أرقام بدل 9. قبل وجود رقم الصفر واللي بيعبر عن اللاشيء كان فيه لبس كبير في الأرقام والعمليات. يعني مثلا لو كنا عايزين نكتب رقم 706 كنا هنكتب السبعة ونسيب مسافة بعد كده الستة، وده نظرا لأن مفيش رقم أو رمز نقدر نحطه ويعبر عن اللا قيمة أو اللا شيء، وده كان بيسبب أخطاء كتيرة في الحسابات وممكن حد يتلخبط وما يكتبش المسافة فالرقم كله يتغير. إنما بوجود الصفر في الحسابات والمعادلات فالأخطاء من النوع ده ما بقتش موجودة، ده غير إفساح المجال للتعامل مع أرقام أقل من الصفر وهي الأرقام السالبة. كل الإنجازات دي غير إنجازاته في علم الفلك واللي تضمنت إجراء تعديلات وتحسينات على الأساليب الفلكية الهندية المعروفة باسم السند هند ونشرهم في كتابه زيغ السند هند. ده غير إجراءه لتحسينات في طرق بناء وحسابات المزولات واللي عبارة عن ساعات شمسية تعتمد في حساب الوقت على الظل الناتج من سقوط ضوء الشمس. وكمان اخترع أداة الربع المجيب واللي بتستخدم في قياس الزوايا السماوية أو معرفة الوقت وإيجاد الاتجاهات وتحديد مواقع الأجرام السماوية. في سنة 833 ميلادياً كان الخوارزمي انتهى من كتابة كتاب صورة الأرض، وده نسخة معدلة وكاملة من كتاب الجغرافي كلوديوس بطليموس. الكتاب ده بيتكون من 2402 إحداثية لمدن ومعالم جغرافية مشهورة، ده غير قائمة من خطوط الطول والعرض لتحديد الطقس في المناطق المختلفة، ده غير إجراء تعديلات على وصف بطليموس للبحر المتوسط والمحيط الأطلسي والمحيط الهندي واللي كانت بتتسم بالمبالغة. وكمان حدد خط الطول الرئيسي للعالم القديم واللي بيقع 13 درجة شرق الإسكندرية و70 درجة غرب بغداد. وواصل الجغرافيين المسلمين في العصور الوسطى استخدام خط الطول الرئيسي للخوارزمي، ده غير إشرافه على 70 جغرافي في مشروع لتحديد محيط الأرض بأمر من الخليفة المأمون. لك أن تتخيل إن بدون إنجازات الخوارزمي في العلوم المختلفة ما كناش هنشوف تقدم الرياضيات بالمستوى الحالي ولا إجراء العمليات الحسابية بسهولة والتخلص من المعدات في إجرائها ولا النهضة في الجغرافيا والفلك وتحديد أوقات الصلاة بدقة وغيرها من الإسهامات اللي ما كانتش هتبقى موجودة. وبكده نكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة. لو عجبك الفيديو أو أضاف لك معلومة جديدة حط لايك واشترك في القناة وفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد، والسلام عليكم.